مساء الخير عليكم، ازيكم؟ حكايتنا النهارده هتتكلم عن شارع الرواعي وحكايات عن بعض الناس اللي كانت عايشة فيه وسبب التسمية. نيجي بقى نتكلم عن مكانه بيبتدي من شارع كلود بيك. طيب اتسمى على اسم مين؟ اتسمى على اسم السيد أحمد الرواعي. ده كان شهبندر التجار في القرن التاسع الهجري، وكان عايش في الشارع دون، وبنى في الشارع دون جامع والضريح اللي هو مدفون فيه وموجود لحد دلوقتي. ودون من أبرز المباني الأثرية والتاريخية اللي موجودة في الشارع. نيجي بقى لأماكن تانية بعد في الشارع، يعني بعد المسجد بحاجة كده بسيطة كان في قصر. القصر دون كان بتاع واحد اسمه قائد أغا. ده كان واحد من رجالة مراد بيك، وكان مدير أمن القاهرة سنة 1784 قبل ما الفرنساويين يجوا. جم الفرنساويين خدوا القصر دون اتحول لمقر للديوان اللي عمله نابليون، وعملوا من الأعيان والعلماء. وعلشان قادة الحملة كانوا بيجوا كتير في الشارع دون، عملوا حاجة غريبة قوي. هدوا جزء من الجامع وحولوه خمارة أو ملهى ليلي أو بار. ده طبعا استفز مشاعر الناس في وقتها. غير جامع الرواعي والقصر اللي هو دلوقتي ما مش موجود، في جامع تاني في الشارع. جامع عمله قاسم ابن الحاج محمد دادا الشرايبي. ده كان واحد من الأعيان، كان بيملك قصر. القصر ده كان اسمه العتبة الزرقاء. جيب بعد كده الخديوي عباس حلمي الأول هده وبناه وسماه العتبة الخضراء، واداه هدية لوالدته. بالمناسبة قاسم الشرايبي حصلت له حادثة غريبة جدا أدت لوفاته. كان زمان الحلاقين هم الدكاترة، كانوا بيسموهم حلاق الصحة. قاسم الشرايبي جابوا علشان يعمل له عملية فصد، فالحلاق ده بطل خصيته ومات. الغريبة اللي أكتر إن الجامع اتسمى باسم علي البكري بدل قاسم الشرايبي. مين علي البكري ده واحد مجنون اتدفن في الشارع ايوه مجنون. كان الناس زمان اي حد مجنون كانوا بيعتبروه ولي وله كرامات، ويبتدوا بقى يتقربوا له ويدوا له هدايا. اللي حصل ان علي البكري زي ما قلنا كان مجنون. اخوه طرده من البيت. بعد كده اخوه لقى الناس بتديله هدايا واكراميات، فكانه ولي بقى، فقال لك تعالى بقى، لا تعالى انت تيجي، انا طردتك بس هرجعك تاني. المهم استفيد من الهدايا. وفعلا ابتدى يستفيد من الهدايا. علي البكري ده مات واتدفن في الجامع بتاع قاسم الشرايبي، واتسمى الجامع على اسم البكري بدل قاسم الشرايبي. ودي كانت حاجة غريبة جدا. نيجي بقى نتكلم شوية عن سكان الشارع. سكان الشارع كانوا من التجار والحرفيين. أيام الحملة الفرنسية لما اتعمل فيه المقر أو اتخذ القصر وتحول للمقر الديوان، ابتدت بقى الشخصيات السياسية والدينية تسكن فيه، وهنحكي لكم عن بعضها. من أبرز الشخصيات اللي سكنت فيه كانت شخصية من المتعاونين مع الحملة الفرنسية، واحد اسمه محمد المهدي الحفني. مين محمد المهدي الحفني ده واحد اتولد سنة 1742، واسمه الأصلي هبة الله بن أباغانيوس. أبويه كانوا من المسيحيين، وهو أسلم على إيد الشيخ الحفني، وانضم للشيخ اللي رباه وعلمه القرآن وعلمه علوم الدين واداله اسمه. طيب وبعد كده الشيخ محمد المهدي
انضم لعلماء الأزهر الشريف وبقى يدي دروس خلفا للشيخ محمد الهلباوي المشهور بالدمنهوري. والجبرتي قال عنه ايه؟ قال عنه نما أمره وذاع ذكره بعد صيته، وعلشان يزود هو مكانته اتجوز بنت الشيخ الحريري مفتي الحنيفية، وخلف منها ولد اسمه محمد الأمين. الشيخ المهدي ده كان من أشهر سكان الشارع في بداية القرن ال19. كان في الأول اتقرب من الأمراء المماليك، فادوله مهمات زي الدربخانة اللي هي سك العملة يعني، والسلخانة، السلخانة اللي هي المذبح، والجوالي. الجوالي دون اللي هي الجزية على غير المسلمين. ولما دخل الفرنسويين مصر قال لك لا، أكسب بقى زي ما كنت بكسب من المماليك. اترمى في أحضان الفرنسويين، فتعين كاتم سر يعني سكرتير لديوان العلماء والأعيان، وخد تقدير بونابرت، يعني بونابرت نفسه أعجب بيه، لدرجة إن بونابرت وصفه إن هو أذكى علماء الأزهر وأفصحهم لسانا وأكثرهم علما وأصغرهم سنا كمان، لأن المهدي قدم للفرنسويين خدمات كبيرة جدا على حساب الناس. ومنها إن هو كان بيكتب منشورات الفرنسويين، المنشورات اللي كان بيوزعها الفرنسويين على الناس كان هو اللي بيكتبها بأسلوب بليغ وجميل وبديع. وبونابرت طبعا عارف إن هو ما كانش بيعمل كده ببلاش، أو ما كانش بيخون بلده ببلاش، لأنه هو كان بيقبض تمن دون، لأن شأنه عظم، وكان محل للوساطة بين الفرنسويين وبين السكان المحليين. وطبعا كسب كتير واختنى بسبب قربه من الفرنسويين، وبسبب منصبه اللي هو سكرتير الديوان. الجبرتي قال عنه ايه؟ قال زاد إيراده وجمعه واحتوى بلادا وجهاتا وأرزاقا وأقاموه. طبعا أقاموه دول مين؟ عايد على مين؟ عايد على الفرنسويين، يعني الفرنسويين هم اللي خلوه وكيلا عنهم في أشياء كثيرة، وبلادا وقرى يجبي إليهم خراجها، يعني بيجيب لهم الخراج ويصرف منها ما يصرفه، ويأتيه الفلاحون منها ومن غيرها بالهدايا والأغنام والسمن والعسل. يعني الفلاحين كانوا بيجيبوا له الهدايا والسمن والعسل علشان يقبلها ويوصل صوتهم. وقال الجبرتي كمان ويفعل بهم ما كان يفعله أرباب الالتزامات من الحبس والضرب وأخذ المصالح، وصار له أتباع وخدم من وجهاء الناس، وإذا ركب أو مشى يمشون حوله وأمامه. يعني الراجل استفاد جدا وبقى ياخد رشاوي في مقابل انه يوصل صوت الناس. المهدي فضل بيتمتع بالمكانة ديا في الشارع ومصر كلها لحد ثورة القاهرة التانية. الناس عملت ايه؟ قالت لا ده انتقم بقى. اتعمدوا اهانته وحرقوا بيته اللي كان من افخم البيوت في شارع الرويعي. بس هو ما خسرش حاجة، يعني كان قبل الثورة كان ناقل عفش بيته وساب في عفش بيته ايه حاجات بسيطة، والخدم بتوعه اللي هو كان عايز يتخلص منهم أصلا، يعني هو ساب في البيت الحاجات اللي هو مش عايزها. الفرنساويين مشوا، طيب المهدي دون يسكت، يقعد كده من غير ما يستفاد أو يلاقي حد يتقرب له علشان يكسب أكتر؟ تعالوا نشوف. بعد ما الفرنساويين مشيوا رجعوا تاني العثمانيين.
واتقرب لواحد اسمه شريف أفندي الدفتردار. ايه الدفتردار دي معناها ايه؟ وزير الداخلية وقتها. فايه الدفتردار سابه في مكانه، يعني ساب المهدي دون يشتغل في نفس الأماكن اللي هو كان شغال فيها. ومش بس كده، لا ده اداله كمان مناصب تانية. الجبرتي بيقول ايه بقى؟ وإضافة إليه للمهدي طبعا ما ينتقيه من الديوان من غير مقابلة أو حلوان. يقصد إيه بقى؟ إن المهدي ده ما كانش بيعمل حاجة ببلاش، كان بياخد رشوة عشان يعمل الحاجة دي. نيجي بقى نشوف بعد ما العثمانيين مشيوا وجه محمد علي في سنة 1809. محمد علي لقى إيه؟ حد تاني يتقرب له علشان يكسب وثروته تزيد. لقى مين؟ محمد علي باشا. لما محمد علي باشا استقر في الحكم وتخلص من المماليك، كده ما فاضلش ايه غير محمد علي. مين اللي واقف في شوكة في زوره؟ الزعامات الشعبية، وعلى راسهم عمر مكرم. فمحمد علي ابتدى يفرض ضرائب وابتدى يلغي الامتيازات من غير ما يرجع للزعامات الشعبية، وده طبعا ما كانش الاتفاق. فمحمد علي يستغل مين؟ خد المهدي دون وقال لك يلا فرق لي ايه مجلس الزعامات الشعبية دون. فالمهدي دون بقى يقرب للناس اللي حوالين عمر مكرم، مرة بالتهديد ومرة بالإغراء، لحد ما خلى ايه عمر مكرم وحيد. وكده محمد علي سيطر خالص وايه حيد الزعامات الشعبية. وبعدين اتنفى عمر مكرم لدمياط ومات لوحده، ومات وحيد خالص يعني. محمد علي أنعم على المهدي بأوقاف ضريح الإمام الشافعي، وقف سنان باشا، واداله فلوس كتير جدا على الخدمات اللي هو عملها واللي عمله في الزعامات الشعبية وعمر مكرم. بس كل ده ما دامش. تعالوا بقى نشوف محمد علي عمل ايه بعد كده. المهدي طمع في مشيخة الأزهر بعد ما مات الشيخ عبد الله الشرقاوي. لم من حواليه فقهاء الشافعية وقاضي البلاد، واتفق معاهم على تعيينه وبايعوه وصفحوه وقالوا الفتح على كده. لكن محمد علي قال لك لا لا لا، خلاص يعني أنا استغليته وانتهت مهمته، خلاص نرميه بقى. راح معين الشيخ محمد الشنواني شيخ للأزهر. فراح ايه محمد المهدي ايه يعني زي ما تقول اتحصر ومات من قهرته سنة 1815، واتشيع جنازته في أرض الشارع. وبكده خلصنا قصة الرواعي وبعض الشخصيات اللي كانت عايشة في الرواعي وبعض المباني اللي كانت موجودة فيه. أتمنى إنها تكون عجبتكم.